تفتكر كده ايه اللي موقفك على صناعة المحتوى؟ لا ما تقوليش الامكانيات، لا، ولا ما عندكش وقت فاضي ولا الكلام ده. عارف ايه السبب الرئيسي؟ هو خوفك من الناس. بقالك شهور بتقول هبدأ بكره، هبدأ بعده، واول لما تبدأ وتنوي يطلع لك 300 سؤال في دماغك. تفتكر شكلي هيطلع ايه قدام الناس؟ طب صوتي هيطلع حلو؟ طب فلان الفلاني لما يشوفني هيقول عليا ايه؟ وثلاث ارباع صحابك اللي يقول لك شوف لك حاجه مفيده اعملها. بص، السيناريوهات دي كلها هي سجن انت بنين نفسك عشان ما تبداش وخلاص. بص، نصيحه من اخ، الناس كل واحد مشغول بحياته اكتر ما انت تتخيل. الخوف ده سببه ان انت مش مطمن نفسك كفايه. يا عم حب نفسك الاول وشجع نفسك، لان نفس الناس اللي بتنتقدك دلوقتي هم اول ناس هيقولوا فلان ده احنا نعرفه بس لما انت تنجح. كفايه بقى اعذار، ابدا باللي معاك وانا في ظهرك في اي معلومه، كتابه سكريبت، مونتاج، تصوير، حتى لو عاوزني ابعت لك رساله دعم. بطل خوف من المجتمع وبطل تخوف نفسك، ولو لسه خايف اكتب لي في التعليقات ايه اكتر حاجه معطلاك وانا هرد عليك بنفسي.